السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. يا مساء الخير والهنا والسعادة والرزق الواسع عليكم وعلى بيوتكم واولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. نبتدي فيديو جديد لينا كده، ويعتبر اول فيديو على قناتي او الجديدة، لان انا اي نعم انا اسفة جدا ان انا يعني فرطت في القناة التانية، بس غصب عني كنت محتاجة ان انا ابيعها ضروري. فعشان كده ايه حصل يعني ظروف كده، ففجأة اتباعت وراحت لحالها بقى، النصيب مقطوع منها النصيب، قدر الله ما شاء فعل. مش عارفة يعني، الحمد لله بدون الدخول في اي تفاصيل. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ويا ريت يا ريت اللي يعرف ان القناة الجديدة يدخل ويقول لي ان هو من متابعيني من القناة الكبيرة اللي هي انا قناتي عائلة اوشا. فالحمد لله على كل حال، ربنا ما يجيبش لحد اي حاجة وحشة ابدا ابدا، ويحسن حياتنا كلها يا رب للاحسن وللافضل. والواحد بيقول ايه قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. نبتدي بقى قناتنا الجديدة دي، معلش هنبتدي مع بعض من أول وجديد تاني، ونبني مشتركين تاني، ونعمل تفاعل للقناة تاني. بصوا من الصفر من الصفر، والله العظيم ربنا وحده اللي عالم بالوجع اللي في قلب البني آدم. بس هنقوله ايه، الحمد لله، قضى أخف من قضى. ده بقى كان فيديو كنت انا محضره فيديوهات كتيره كتيره والله، بس حصل ظروف فما قدرتش ان انا ايه يعني، ومصوراها ومنتجاها وكل حاجه كانت على تسجيل الصوت، بس النصيب الحمد لله. فهبتدي بقى انزلها لكم، ده اخر يوم اذا كان ليا عمري يعني ونصيب. ده اخر يوم كان في رمضان، كان اخر يوم في رمضان او اليوم اللي قبل الوقفة. فكنت بقى ايه هنا، اول حاجة عملتها كالعادة للي متابعني من زمان وكده، دخلت على المطبخ قلت اشطب كل حاجة كده عشان اعرف اعمل ايه الفطار. ورمضان عدى في لمح البصر، مش عارفة في ايه. الحمد لله الحمد لله، الايام كلها بتعدي بجد. انا من الناس اللي لما رمضان بيخلص ده انا بكتئب، اقسم بالله بجد بكتئب. يعني على قد ما الواحد بيبقى فرحان بالعيد ودخلت العيد وكده، بس برضه بيبقى زعلان جدا ان رمضان خلص. بجد بجد انا مش عارفة. الحمد لله يا رب يجعل السنة كلها رمضان روحانيات طيبة وصلاة وصوم وعبادة. مش شرط يعني ايه شهر رمضان بس، شهر رمضان بيبقى كله صيام، بس احنا ايه على قد ما نقدر بنصوم يومين في كل اسبوع كده، زي ما الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان بيعمل طول السنة. الحمد لله على كل حال. وعلى فكرة الصيام ده صحة بجد، صحة 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 مهما نقوله. الحمد لله، ربنا يديم علينا النعمة ويبلغنا رمضان أعواما كثيرة، اللهم آمين يا رب العالمين. يا ريت اللي يدخل يكتب لي ان هو وكان متابعني من القناة القديمة يكتب لي وكده يعني. وان شاء الله بداية جديدة وخير، وبإذن الله كل الخير. خلاص شطبنا بقى مواعيننا وكله تمام التمام. كانت اختي وانا في البلد عطياني بطاية، فرحت شارية طبعا عليها كده وركين، لان انا ولادي عندي 2 من ولادي نورة وكوكي مش بياكلوا البط، فاشتريت عليها كده ايه وركين. وقلت ايه طبعا اختي اللي عاملاها فغسلاها، انا عارفة
بس هي عشان كانت متلجة فلازم افكها واديها شطفة بس. لكن هي على الغسيل لا، ده انت تاكلي كده من كفوفها وانت مغمضة. ربنا يا رب يديها الصحة ويخلي لها ولادها، اللهم امين. بصوا قسما بالله يعني ربنا اللي عالم، وريحتها مسك وعنبر. ربنا يا رب يرضيها ويرزقها بكل ما تتمنى. اشتريت عليهم بقى وركين فراخ كده، وهبتدي برضو ايه انضفهم واظبطهم. دول بقى يتغسلوا ايه مهما كان الفراخ نضيف، يتغسلوا بقى بغسيل ايه، غسيل الامانة كده. مسكتهم واقعد بغسل فيهم وبشيل فيهم اي زوايد ريشة، اي حاجة دم ملوش لازمة. اه بديهم شطفة محترمة كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تمام زي ما انتوا شايفين كده. تمام يا حبايبي، هصمم بقى البلاستيكة كده كويس جدا. وطبعا كل حاجة استخدمناها على قد ما نقدر كده ننضف، عشان ايه احنا يعني ماشيين ببركة ربنا، مش عايزين حاجة تضرنا ولا تضر ولادنا. وبالذات مكان تنظيف الفراخ او اللحمة او الاسماك، لازم الحاجة دي تتغسل كويس جدا. وطبعا انا ببتدي قناة جديدة، فممكن يدخل لي مشتركين جداد ما يعرفوش عني حاجة. فانا في طبيعتي ببقى محضرة بخاخة كده فيها كلور وحبة مية، فيها قصدي خل وحبة مية عشان الرخامات. تمام. بعد ما بخلص خالص بدي ايه بخة كده. بس انا بما ان متوفر عندي كحول، فببخ كحول على طول. ليه بقى؟ لان الهسهس زايد شوية اليومين دول، هسهس النظافة. جبت بقى بصل كده زي ما انتوا شايفين، وجبت طماطم عشان كمان هنعمله طبخة جنب ايه، جنب البطاية الحلوة العسل دي. ربنا يبارك لي في عمرك يا اختي ويزيدك من نعيم الله يا قلب اختك. بصوا انا ما باكلش بط كده الا اما نضيف وطعم وحاجه سكر كده، الا اذا كانت جايالي من عند اخواتي او من عند اخواتي. ربنا يديها الصحه ويشفيها ويعافيها يا رب. بصراحة تاكلي كده مسك وعنبر، تربية بيتنا بقى. مسكت بقى كده الحلة الكبيرة دي، وأول حاجة ايه هديهم صدمة كده. حابة تحطي حتة زبدة بلدي على راحتك، أنا ما حطيتش حاجة. هديهم صدمة كده، وهقطع بقى عليهم بصلاية واحط لهم ايه زي ما انتوا شايفين. انا اي حاجة بسلقها، لحمة طير، اي حاجة لازم ايه اديله تشويحة كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله ينور يا أوشا، والله العظيم مية مية. حبة بقى فلفل أسمر، حبة ملح، ورق لوري، حبهان. بصي بهاري الشوربة بتاعتك بكل اللي تحبيه، لكن شوربة تحط لها كمون دي حاجة غير طبيعية. أنا شفت والله ناس بتعمل حاجات يعني ازاي شوربة بط أو لحمة وتحط لها كمون؟ هو ايه ده؟ شيء مش مفهوم. وبعدين كل واحد وليه طريقته، يعني يمكن تكون حلوة، هي بضايقاها كده، الله أعلى وأعلم. جبت بقى البصلة بتاعتي اللي أنا ضربتها في الكبة، وحطيت حتة سمنة وحبة زيت. كانت البطة بتاعتي والوركين كده اتشوحوا، رحت بمية سخنة، مش مية من الحنفية طبعا، مية سخنة. ورحت ايه حط لها الشوربه بتاعتها دي بقى. سبانخ كنت انا كده مفرزاها، شايفين لونها وجمالها. انا كل حاجه سهله وبسيطه انا بحب اعملها. اي حاجه فيها افتكاسات وتعب قلب واختراعات ملهاش اي 30 لازمه، لا. باخد السبانخ اغسلها غسيل كويس جدا، وبصفيها من الميه كويس جدا، وبقطعها واحطها في اكياس زي ما هي، وباجي حطها في الفريزر وبتبقى زي الورد وحاجة كده مسك وعنبر. طبعا قلنا البصلة وحطينا الطماطم، ورحت حاطة السبانخ كله نايف ناي ما بسبكش، وملح وفلفل اسمر، مكعب مرق دجاج، 10 على 10. ويا سلام بقى لو عندك حتة لحمة وهتعمليها باللحمة، أو حتة دهنة من عند الجزار كده. طبعا أنا مفرزة ايه معاها الكزبرة الخضراء والثوم، ببقى مفرزاهم برضو ومجهزاهم كده. سواء بقى احتاجتهم في قلقاس، احتاجتهم في قولوا معايا يا بنات، في البتاع دي، في السبانخ، كله رضا. وقت ما بحتاجها بعملها.
وهديها تشويحة محترمة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هبتدي بقى احضر كده الطشة اهو، خلاص كانت داخلة خلاص على التحمير اهو، وهاجي طشة بيها السبانخ بتاعتي. ويا سيدي الطماطم ب40 جنيه يا بنات، شفتوا وصلنا لايه؟ والله العظيم يعني الواحد ما لاقي كلمة يقولها. ربنا يصلح الحال يا رب. خلاص عملنا الطشة بتاعتنا اهي وتمام التمام، وهناكله اجدع واجمل سبانخ في الدنيا، ومسك وعنبر، ومن غير اي افتكاسات، يعني تفريزات من غير اي افتكاسات. خلاص خلصنا الرز وخلصنا البط وكله تمام التمام. هنمسكه بقى الحاجة بتاعتنا نطلعوها في القارب ده عشان نحطوها ايه تتحمر في الفرن. طلعت الوركين اهو، هبص كده على البطة، تهيألي هلاقيها لسه عايزة سوا، فهسيبها ايه تكمل سواها، لان الفراخ البيضة ما بتاخدش غلوتين سبحانك يا الله، وتلاقيها اتعملت. حضرت بقى البرايم بتاعتي اهي، وبرضو حبيبتي قطعت يعني ازازة اللبن دي، فرحت برضو ايه هدس بيها كده، لان لبن البلد، اللبن اللي جاي من عند الفلاحين ده غير اي لبن. عايزة تاكلي رز معمر، رز بلبن، اي حاجة باللبن، هو ده الرز اللي بخيره بخيره كده من غير ما يتشال منه حاجته. خلاص اهو مسكته كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي احط بقى اللبن اهو، بعاير البرايم كل برامة الا ربعها، بسيب ربعها فاضي من الرز، وبحط اللبن عادي جدا. وسيبك بقى من الجماعة الكاهنين اللي يقولك ايه بقى الافتكاسات، برضو هتعمل نفسها ماشية بالترمومتر، اللي هي ايه بقى ده، لا من غير غلي، لا من غير مش عارف ايه الميكروبات. ميكروبات مين يا ماما؟ ده هيدخل على درجة حرارة يعني 240، يعني يعني حرق اقول ايه، بس بصوا درجة حرارة ميكس كمان اعلى من 360 ولا ايه، والله ما انا شايفه. المهم، فميكس دي اعلى درجة حرارة في البوتاجاز، فاهميني؟ اللي هي ماكسيموم درجة الحرارة العالية جدا. خلاص اهو البطة هنا كانت تمام، بوسع لها بقى مكان عشان ادخلها جنب البرايم كده تعيش حياتها. وقضينا غدواية سكر. الغدواية النهاردة كلها كانت أمنية أختي، هي اللي يعني على شرف أمنية أختي، بط ورز والبرايم وكل حاجة كل حاجة. ربنا يبارك لي في عمرك يا حبيبتي وما يحرمني منك أبدا، ويزيدك من نعيم الله. رشة ملح وفلفل أسمر بقى كده، وحابة تدهنيها بحبة زيت، حتة سمنة بلدي، اللي يريحك اعملي. عايزة تحطي معلقة صلصة وحبة زيت عليها وملح وفلفل وتدهنيها وتدخليها، كله عسل. انا حبيت ايه بخفاف. الرز هنا كان خلاص اهو قرب يتشرب، وهسيبه يعيش حياته يكمل بقى كده. هنا خلاص كانت تشرب في برامتين كده تشربوا، وبرامة لسه فاضل فيها شوية فسبتها شوية عشان انا عندي الفرن في جنب بيسوي كويس بسرعة، وجنب ايه بطيء شوية، مش عارفة يعني حالته النفسية مش احسن حاجة. بمسك بقى ظهر معلقة كده او او اللي هي الخلة الكبيرة دي اللي بنعمله فيها الشيش طاووق، اي حاجة من الحاجات دي، وبتبتدي تخرمي بيها البرايم. تمام. وبتحطي بقى الإدامة بتاعتك في الوقت ده، السمنة البلدي بقى، الزبدة، سمنة زي بتاعتي كريستال كده، زبدة كريستال، كله رضا، اللي تقدري تعمليه اعمليه. تمام. وتيجي مرجعاهم تاني فين في الفرن، يتلدنوا بقى ويشربوا قدامهم. وفي حاجة كمان، كنت هقول لكم ايه، لو الرز طلع لسه ني، بتاخدي يا حبيبتي نص مج ميه كده، وتيجي ايه مشرباه، مشربه البرامه بتاعتك وهي كده. لكن أنا الحمد لله كان زي الفل، فرجعته تاني ايه الفرن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلصنا البرايم، فاضل البرامة هنا كانت ايه لسه برضو عايزة تتشرب كمان. بصوا مش بقولكوا في جنب عندي في الفرن مش تمام، هخرمها برضو كده، وهاجي احط لها الادامه، ايه هبدلهم بقى، يعني هجيب اللي كانت في الجنب الكويس، هبدل كده في الجنب التاني، حطيت لها الادامه وتمام. هرجعها بقى ايه الفرن تاني.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنبتدي بقى نعمل العصير. برضو العصير اللي انا الجوافة اللي انا مفرزاها خلاص، ده كان اخر كيس عصير. والله العظيم شوية التفريزات اللي فرزتهم السنة دي يعني سطرونا، الحمد لله الحمد لله ستر ربنا. حطيت السكر وحطيت المية وهبتدي اضربهم بقى كده. انا بفرز الجوافة، بمسكها اغسلها كويس جدا وبشيل الحتة السوداء اللي بتبقى من ورا ومن قدام دي، وباجي مقطعاها على 4 وحطها في اكياس. بس لا بحط سكر ولا بشيل بذرة ولا بصفيها ولا اي، مش بقول لكم انا بتاعت السريع. التفريزات بتبقى بسم الله ما شاء الله، سكر سكر سكر، وبدون اي اختراعات وهلكة لصحتك وحاجة ملهاش اي 30 لازمة. اهو خلصنا، الله ينور يا بنتي يا وشا، والله خلصنا حبة العصير بتوعنا، وربنا يعود علينا الايام بخير. تمم بدري بدري والله، والايام بتجري فعلا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. وانا اسفة جدا ان انا ما سب يعني ما قلتش قبل ما اسيب القناة وكده. بس انتوا عارفين ان الواحد ساعات بيتحط في ظروف غصب عنه فجأة، اللي هو لازم يتصرف فجأة، فاهمني؟ فالحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله ان ربنا سترها معانا وعدت على خير. خلاص هنا الرز والحاجة اهو طالعة زي الفل، وشايفين تحمير البط عامل ازاي. والله العظيم البت اوشة دي يعني ماشية ببركة ربنا، وكل حاجة زي العسل ومية مية. نعبلهم بقى العصير، وما ننسوش برضو ايه الست مكة حبيبة قلبي، الإزازة بتاعتها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله ينور الله ينور. بس كده، ونروح بقى نغرف الاكل بتاعنا، وهو ده كان فطارنا النهارده. بصوا بقى السبانخ وجمالها، ما تسألوا، مش عارفه الطماطم مش بتحمر الاكل ليه. يعني الطماطم غاليه و40 جنيه وما بتديش اللون اللي انت عايزاه. كانت ريحتها جايبه لاخر الدنيا السبانخ من جمالها وطعمتها. ونغرف بقى كم مج شوربه كده، يا سيدي يا سيدي على الروقان. بألف هنا وشفا على قلب ولادي وقلوبكم يا رب. هما لازم الشوربة دي شيء أساسي عندنا على الأكل. و... وطبعا هي ايه لازم تتصفى عشان ما يبقاش فيها حاجة ويعملوا لنا فيلم. ماما في مش عارف ايه، في كان ايه كده. يلا، واشوفكم في فيديو جديد، واول فيديو كده ننزلوه على القناة يكون فتحة خير يا رب، اللهم امين. باي باي.